بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم. مبدئيا الفيديو ده متصور يوم الجمعة، مش عارفة هينزل امتى. هنعمل النهاردة بقى ايه؟ صينية فراخ من بتاعة امي، من غير بقى ايه بهارات كتير ولا موال كتير. لا، صينية فراخ بخضار مشكل بسيطة وسهلة، وتدخلي تعمليها كده بمزاج وتشمي بقى ريحة الأكل بتاع أمك ده. ربنا يخليها لي طبعا. بصراحة هي الصينية دي هي اللي علمتهاني وفكرتني بيها. احنا كنا عند أختي كانت والدة ورحت لقيتها عاملاها، يعني من زمان واحنا بنعملها. عندنا طبعا ايه الفرخة مغسولة يعني ومنقوعة حلوة ومقطعاها. عندي هنا بسلة، عندي كوسة، عندي جزر، عندي طماطم، عندي شبت، عندي كزبرة، عندي بطاطس. مكونات الصينية بتاعتنا عندي بصل. طبعا ايه، هفرط البسلة بتاعتي هنا بقى ايه. شطفت الفراخ تاخد لها تشويحة قبل ما اخلص الايه الخضار بتاعي اقطعه وافرط البسلة. قطعت بصلاية، حطيتها في صينية ورشيت رشة كمون وورقة لوري. يعني شفتوا اسهل من كده؟ انا ما حطيتش بهارات ولا اي حاجة الا الكمون والفلفل والله العظيم ورقة اللوري وملح، ولا بابريكا ولا كاري ولا كل الكلام ده، ولا حتى حبهان. كده انا ايه سبتها تتشوح. خلصت بقى الخضار بتاعي، قطعت الكوسة، فرطت البسلة، قطعت الجزر، قطعت البطاطس. طبعا لسه بقى الشبت معانا، طبعا هنشوي بطاطا. لسه بقى الشبت والكزبرة، كل واحدة 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 خطوة بخطوة هتلاقي كل حاجة جت معاكي. طبعا هنا الصينية ايه، انا رشيت فلفل اسود طبعا على الفراخ، اتشوحت حلو وقلبتها. غسلت الخضار بتاعي ونزلته. مفيش اسهل من كده. وكمان انا مسويها على البوتاجاز، يعني انا ما حطيتهاش في الفرن تحت الشوايه الا بس عشان تتحمر. عندي هنا ايه، قرن فلفل حامي، فص توم، شبت وكزبره. بقول لكم صينيه الفراخ دي يعني هي كده ريحتها كانت بدأت تطلع بقى. طبعا رشه سكر كده عشان نعادل الحموضه بتاعه الطماطم. ريحتها كانت بدأت تطلع، انا كنت واقفه كده ريحتها كانت طالعه عليها جميله. وادي الملح بتاعي، يعني بس كده انا ما حطيتش بهارات تاني. وطبعا رشه زيت بسيطه مش كتير، لان الفراخ يعني الفراخ دي احنا مربينها في البيت ما شاء الله، فبتبقى حلوة يعني فيها نسبة دهن برضو. طبعا عملت شفشق طماطم. انا ما رضيتش اطلع طماطم من الفريزر، عملت لها طماطم فريش كده عشان يبقى الخضار كله فريش بقى كله مع بعضه كده، ياخد ويدي كده مع بعض. هسيبها بقى ايه، هغطيها واسيبها على النار تاخد وتدي كده مع نفسها. طبعا انا هدس رز بقى في الفرن. انا هحطه في فرن البوتاجاز النهارده. انا ما يعني كنت مكسله اولع الفرن اللي بره. هنقي الرز بتاعي كده واغسله واحطه واحط البطاطا كده في الفرن عبال ما هي ايه انا عايزه اسويها على البوتاجاز. معلش التليفون كان مقلوب مني بقى. هنا ايه شايفين الادام ناطر ازاي فوق؟ ادام الادام ناطر كده فوق، متخيلين ريحتها؟ طبعا انتوا مش شامين، انا اللي كنت شامه الريحه. هي هنا بدأت ايه تستوي اهي. شايفين هي عامله ازاي؟ يعني كانت بصراحه كانت خطيره. من زمان ما عملتهاش. احنا بنحط بهارات وحاجات وبتغير حتى في طعم الاكل كده. كده انا عندي ولعت فرن البوتاجاز بقى وحطيت ايه الرز بتاعي طبعا، وحطيت البطاطا. وادي بقى ايه زقيت صينيه الفراخ. يعني مش يعني بصوا يعني مش عارفه اقول لكم كانت ريحتها كانت عامله ازاي وشكلها كان لسه هتحمر تاني. يعني طعمها كان عامل ازاي وريحتها كانت عامله ازاي. كده بقى ايه طلعنا وحطينا الغدا بقى عشان نتغدى. وحبيت اوريكم كده الصينيه بعد ما خلصتها كده وبعد ما حطيت الاكل وحطينا الاكل بتاعنا على الطاوليه كده وكده خلاص هنقعد نتغدى. بس حبيت اوريكم بقى ايه صينيه الفراخ بتاعت امي ديت اللي هي بالخضار المشكل ده كله مع بعضه كده. تدخلي تعمليها في ثواني وهتقعدي اهي. يعني شويه خضار اللي عندك، انت ممكن تحطي نوع واحد بس هي كده مع بعضها بتدخلك في حته تانية. يعني شويه جزر على جزرايه على كوسايه على بطاطسايه على شويه بسله، لو في فاصوليا خضراء
وتحطي فيهم الفرخة، كله بياخد من طعم بعضه كده. يعني كانت بصراحة ما شاء الله عليها جميلة، وريحتها جميلة، وما خدتش مني وقت. يعني عايزة اقول لكم ان الفراخ ديت انا ابتديت فيها الساعة 11، ما غابتش، واحنا يعني بناكل بعد الصلاة، لان يوم الجمعة بنصحى متأخرين، بعمل الاكل وناكل. يعني ممكن نشرب كوباية شاي كوباية لبن، وبعد الظهر بقى ايه بناكل. فكانت سخنة وكانت جميلة، ومن الاكلات اللي بتدفي في الشتاء. انا فاكرة امي كانت بتعملها لنا زمان والله على طول، وكانت بتبقى طعمها جميل. بس حاجة بسيطة وحاجة جميلة. وطبعا سلطة خضراء، اللي ما كلش السلطة بالشبت ما كلش السلطة بالشبت طعم تاني. وطبعا شوية مخلل لفت حلوين بيتي كده، من اللي قلبكم بيحبهم وبحبكم في الله.